السلام عليكم. جيت نهضر لكم على واحد الموضوع مهم بزاف، وهو الفرق بين المشاهير ديال السوشيال ميديا والفنانين. منين كنجيب انا المشاهير كتقولوا لي راه جبتي المشوهين، بالمقابل كنشوف انا اكبر مشوهين هما الفنانين المغاربه. نعطيكم مثال، هذوك المشاهير اللي تتقولوا عليهم مشوهين منين كيجيو عند صوفيا كلينيك كيوريو لكم التفاصيل ديال العمليات اللي داروا او الاسنان. الاغلبيه ديال المشاهير اللي شفتوا اللي جاو عندي تبارك الله عليهم كيوريو لكم لي بتي ديتاي، السم ملي كيتنجروا، ملي كيحيدوا المسوسه، ملي كيزرعوا ليهم، زراعه الشعر، التجميل، التكميم، الشفط، كلشي كيعطيو لكم بلي بتي ديتاي وما كيحشموش، واي حاجه خايبه او زوينه تيقولوها. كاينين كاع اللي ضربوا لي في خدمتي لاسباب شخصيه الله يهديهم، ولكن في اخر المطاف طلعوا وطلبوا الاعتذار الحمد لله. غادي نجيو عن بعض الفنانين المغاربه اللي هما بكثره وشفتهم في هذه الايام كيمشيو لواحد الكلينيك تيديروا على الاشهار. انا نعطيكم سبيل المثال، الفنان عزيز دداس مشى دار الاشهار لواحد العياده، قال لكم راه احسن عياده في هوليوود سمايل. انت ما دايرش عزيز دداس، علاش كتكذب؟ انت فنان كذاب، دونك ما عندكش المصداقيه. غادي نجيو عند دنيا بوطازوط اللي حتى هي غادي نسميها دنيا الكذابه. قلتي بانك صوبتي عندهم هوليوود سمايل، انت هوليوود سمايل دنيا بوطازوط صوبتي في المغرب، دونك انت كذابه. غادي نجيو عند ربيع السقلي، حتى انت كذاب، ما مصايبش عندهم السنان، ونهار جبتي ماماك ديتيها لعياده اخرى. هادشي كامل كتجيو لهنا باش تصوبوا السنان ولا كتجيو هنا باش ديروا الاشهارات، كتجيو على ود الفلوس. يعني نتوما كثر من المشاهير، خصكم تعرفوا بان المشاهير اللي جبت انا ما عطيتهم لا فلوس لا هدايا، من غير لا بغيت انا نشري لهم شي حاجه عجبتني لانهم كيتعاملوا معايا زوين وكنتعامل معاهم زوين. ولكن نتوما هي الفنانين ديالنا، نتوما لا، نتوما كتباعوا كتشراو. غادي نجيو للاخوان ديال بالمير، نتوما درتوا الهوليوود سمايل في دبي وجيتوا قلتوا بانه درتوا الاسنان في ديك العياده المعروفه غنيه عن التعريف بالاخطاء ديالها بالشهى ديالها. دخلوا غير التعاليق اللي عندهم في جوجل وغتشوفوا الاخطاء الكارثيه والشكايات الكارثيه، وكاين بزاف د المغاربه ما تيقدروش يهضروا لانه اصلا ما عندهمش الوقت باش يهضروا عليها. زيد عليهم داك لطفي، داك المخرج لطفي قال لكم انا صوبت السنان، دخلوا لاخر الصور ديالو في الانستغرام تلقاوه ما مصايبش السنان، كذاب. عندك رفيق بوبكر قال لكم اجي وراه انا مصايب عند هاد العياده، مصايب السنان مصايب هوليود سمايل. هو سنه وبين سنه وسنه دير ملعب كره القدم. خلاصه القول، الفنانين المغاربه وسيروا عاوتاني رفعوا عليا شكايه، اكبر كذابه واكبر مشوهين هما نتوما. كتضحكوا على المغاربه وكتضحكوا على المتابعين ديالكم. انا ما كيهمنيش ديروا بيا شكايه، سيروا حتى نتوما ديروا جمعيه وديروا بيا شكايه وطلبوا مني 80 مليون. نتوما كذابين وكتباعوا وكتشراو، وارخص ما كاين في المغرب هما الفنانين المغاربه. غتعطيهم الفلوس ويجيو يديروا لك الاشهار. انا رشيد الوالي ملي جا دار عندي زراعه الشعر جاب فلوس وخلصني. شوف الكرامه، الفرق بين اللي عنده كرامه واللي ما عندوش كرامه. الفنان رشيد الوالي ذو كرامه، جا دار عندي زراعه الشعر خلصني ودار لي الاشهار بطريقه غير مباشره. ما جاش وقال لكم لا راه جيت ندير زراعه شعر وبدا كيصور لكم في لاكلينيك وهادي 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 ويطلق عليكم الكذوب ديالو. لا، دار لي الاشهار منين حط لي العمليه ولدو اللي حط الفيديو. ومن بعد منين ساقوا الناس بانه دار عندي زراعه الشعر عاد ناض هضر عليا في واحد البرنامج وشكرني فقط. ما عطيتو ريال ما والو، الله يكثر خيره. وبزاف ديال الفنانين، حاتم إدار، ايمن سرحاني، بزاف ديال الفنانين جاو عندي ووزراء وبرلمانيين داروا عندي ولكن خلصوا. انتم يا الفنانين الفاشلين اللي كتمشيو لديك لاكلينيك وكتمدحوا فيها، ما قريتوش التعاليق اللي في جوجل؟ ما قريتوش شحال من مغربي تيتشكى، شحال من مغربي دمروه، شحال من مغربي يخرجوا ليه على سنانه؟ ولا انتم كيهمكم غير الفلوس؟ تجيو ديروا الاشهار راه صوبنا هوليود سمايل. فينا هي قبل وبعد؟ فينا هي الهوليود سمايل؟ هو اثناء العمليه كيصوب لك السنان كينجرهم ليك. فينا هو ديري غير كمامه كذبي، ديري شي كذبه زوينه. انتم ما مصايبينش عندك العياده. وليت نقولها لكم، هذوك الفنانين كاملين اللي مشاو لديك العياده حتى شي واحد فيهم ما صاوب عندهم، كلهم تباعوا وتشروا بالفلوس. كما قلت لكم في المغرب ما تقدرش تشري صباط لوي فيتون، ولكن تقدر تشري فنان، ومنهم هاد الفنانين اللي ذكرت لكم وشي وحدين ماشي نسيتهم، ما بغيتش نجبدهم غير حيت باقي بيني وبينهم شويه ديال الاحترام. اما انا الا مشيت نجبدهم ثم غنزيدهم مع الجمعيه باش يديروا بيا الشكايه. فمن الاحسن خليني نتكافى غير مع هادو ساهلين. يلا ما تبقاوش تشقوا في الفنانين، راه اكبر
المشهورين هما الفنانين. اما المشاهير اللي تنجيب والله لا اشرف ولهم الشرف اكثر من هاد الفنانين اللي مشاو لعيادات اخرين. وخير دليل انه المشاهير اللي جاو عندي صيبوا وراو لكم المراحل، والفنانين مشاو لعياده اخرى خداو غير الفلوس، وما كاين لا مراحل وما كاين لا قبل ولا بعد، فقط خذوا الفلوس ها كيهضروا وكيديروا الاشهار كيمشيو بحالكم، والضحايا هما نتوما يا المغاربه اللي متابعينهم وكتثقوا في الفنانين.